انا اسمي محمود حديده، الشهرة بتاعتي اسم محمود حديده، الشهرة بتاعتي اسم محمود، الشهرة بتاعتي اسم حديده محمود حديده، الشهرة بتاعتي محمود، الشهرة الشهير حديده، الشهرة بتاعتي محمود حديده الشهير. اسم الشهرة محمود حديده، حديده محمود الشهيره. يا اخي شوف سبحان الله، الناس كلها بتقول لي ايه يا عم ريشه ما اتكلمتش على الترند الجديد ليه؟ قلت لا يا عم ده شكله الموضوع كبير، وصدفوهم مع ريهام سعيد، اسمه ايه التاني دوت مش عارف. ما تيجي نشوف. بحبك يا دنيا. بحبك اهو الوقت بقول لك بحبك اهو. عايز صوتي كمان. بحبك يا دنيا. عايز حاجه تاني مني؟ بحبك يا دنيا. عايز حاجه تاني؟ الكاميرا سامعه. انا بحبك يا دنيا. انا بحبك. عايز مني حاجه تاني؟ سيبك انت بس، اللي انا اقدر اوعدك بيه في الفيديو دوت هنشوف اكتر فيديو لترشمة الخواطر. اصغر عريس وعروسه في مصر، وهم من ذوي الهمم، وده اللي اتكتب يعني على المواقع. والحقيقه احنا يعني ما كانش في نيتي خالص ان يبقى ده موضوع الحلقه. موضوع الحلقه اساسا ايه؟ ان انا لقيت تيك توك على السوشيال ميديا، اصغر عريس في مصر بيقول انا ريهام سعيد هصور معاها بالليل، وهو ما كانش فيه تصوير ولا اي حاجه. فانا قلت لهم ده على راسنا. الله اكبر. الاستاذه ريهام سعيد اللهم قوي ايمانها بتقول لنا ان الناس كلها بتستغل الترندات وبيطلعوهم معاهم ويضحكوا عليهم ويستغلوهم باسم الترند. الله اكبر. كلنا معاك يا استاذه ريهام. لان انا كنت بتكلم الحلقه اللي فاتت واللي قبليها عن فكره ان احنا ناخد ناس بسيطه طلعت ترند باي شكل من الاشكال وانتشرت على السوشيال ميديا واصبحوا ناس مشهورين، ولكن هم مش موهوبين بحاجه يكملوا بيها الشهره دي. فكل اللي بيحصل ان لما بنحسس الناس دي انها ممكن تبقى نجوم في مجال التمثيل او نجوم في مجال الغناء، وده ما يحصلش، بيحصل كسرة خاطر. لا احنا نشوف بقى بعد كل دوت الاستاذه ريهام سعيد هتعمل ايه. لما بتقعد مع اصحابك كده بيقولوا لك ان دمك خفيف؟ لا بيقولوا دمك خفيف. وانت عارف الموضوع حتى طارق الشيخ اللي بيقول لي دمك وحش، انا دلوقتي كده اسمع بيقول ايه عليا، اسمع على الفولس كده بيقول ايه، وانت عارف ان دمك خفيف. الله اكبر. دي استضافتهم كمان منعا يا جماعه لمضيعه الوقت الثمين بتاع حضراتكم. محمود حريقه محمود للاسف الاستاذه ريهام سعيد طلعته وبقى يغلط في كل الناس اللي حواليه. زي بيطلع ناس كابلات. ريشه ده كان بيطلع كليب، ريشه ده كان بص كان داخل بهدوم مقطعه، وكان واخد كان هدوم مقطعه. ريشه ده كان هدوم مقطعه. المظبطه كل ده مظبط ريشه. احمد سكر هو مظبط ريشه. تخيل انت اما تبقى واحد عاقل وتجيب واحد من ذوي الهمم تستغل ان هو مش واعي هو بيقول ايه وتخليه يغلط في ناس حواليه كتير، وكل ده عشان تقول شوفوا انا طيبه ازاي، انا بطلعهم معايا علشان اضحك الناس عليه، علشان اعرف الناس التانيين ان هم بيطلعوهم عشان يستغلوهم. يا لهوي يا لهوي. لا احنا نكمل بقى عشان الموضوع كبر وبهوى. بحبك يا دنيا. بحبك اهو الوقت بقول لك بحبك اهو. عايز صوتي كمان. بحبك يا دنيا. عايز حاجه تاني مني؟ بحبك يا دنيا. عايز حاجه تاني؟ الكاميرا سامعه. انا بحبك يا دنيا. انا بحبك. بحبك يا دنيا. انا بحبك يا دنيا. عايز حاجه مني تاني؟ محمود ايه ده يا محمود؟ هي الناس دي بتبص لي كده. تخيل ان انت تخيلوا ان ده برنامج يا جماعه، برنامج تلفزيوني المفروض يعني بدل ما اطلع يعني ادعم ذوي الهمم انا بطلع بجعل منهم مضحكه واضحوكه علشان خاطر برضو ان محدش يستغلهم. اوعوا حد يستغلهم في الترند، انما انا استغلهم براحتي. خلاص بقى. انا بحبك يا دنيا. يا نهار اسود. تعمل ايه يا ايه؟ تعمل ايه يا محمود حريقه؟ تعمل ايه يا محمود؟ هو ايه؟ عايز مني كده حاجه تاني؟ ترشمة خواطر من العيار التقيل. خلي ايديكي بقى كده في ايديا، تعالي جنبي قربي ليا. انا قلت لكم الفيديو ده فيه ترشمة خواطر لا حدود لها. طب ده بالنسبة للأستاذة ريهام سعيد. نشوف الأستاذ اللي أنا مش عارف اسمه ده. الصومة وحشة. أنا ولا مخصوم على الجوازة، مصعب ربنا يا جدعان. الجواز جميل وأنا مخصوم على الجوازة. أنا متجوز ليه؟ أنا هتجوز دلوقتي. أنا اتجوزت الحمد لله. عايز اجيب حته عيل اربيه. عايز اجيب حته عيل من مراتي اربيه. عايز عيل يقول لي يابا. ايه على فكره اللي انا بعرضه لكم ده يا جماعه في التلفزيون، المفروض ده برنامج تلفزيوني، برامج تلفزيونيه
واللي بيقدموها مذيعي اللي بيقدموها مذيعين مصريين. هي دي الترندات، وهو ده دعم الترندات. نكمل. اوبا اوبا، ده محمد كشري دخل في الخط. ترنداتك يا مصر، ترنداتك. خلي بالك ممنوع. يا نهار ازرق. انت اللي قلت ممنوع عشان ما يتمش استغلال. يعني انا معايا الاستاذ كريم ومحامي كمان. لا كفايه قوي كده. وكمان الناس دول يا جماعه بقى عندهم محاميين، لان دول طبعا ترندات ومن المشاهير، والناس كلها بتحبهم، سواء محمد كشري او محمد الزبال، معرفش الناس بتقول عليه ايه. مش انا اللي بقول. واصغر عريس وعروسه في مصر اللي احنا بنجيبهم من برامج وبيعملوا حركات مضحكه وبيغلطوا في الناس. معلم شيكو فوزي يا معلم شيكو، انا عايز اشرب سيجارتين. طبعا ده براحتهم، لانهم عندهم يعني مشكله، او هم من ذوي الهمم زي ما بيقولوا. والاعلاميين دول طبعا مش بيتاجروا بيهم ولا حاجه، لا هم بيطلعوهم معاهم علشان خاطر يقولوا للناس اللي هم مش مذيعين ما يتاجروش بيهم. وكمان جبنا لهم محاميين علشان يدافعوا عنهم ضد الناس الوحشين اللي بيتاجروا بيهم. وبكده اصبح ان الترندات بتاعتنا والمشاهير بتوعنا محمود حقيقه محمود اصغر عريس في مصر، ومحمد كشري مشهور يعني بمحمد كشري، والمشهور ايضا بمحمد الزبال او محمد عامل النظافه، على حسب شهرته ايه، هو شهير بكل ده. انا بقى نفسي اعرف، هل المسؤول عن الاعلام عندنا في مصر على درايه بالكلام ده؟ يعني على درايه باستغلال ذوي الهمم في البرامج ونخليهم يقولوا كلام غير واعي علشان هم مش هيتحاسبوا عليه؟ طب الاعلامي او اللي بيستغل الموضوع ده المفروض عادي؟ يعني هل ده اللي احنا اتعلمناه؟ يعني انا دلوقتي مثلا عايز اغلط في فلان، اجيب حد من ذوي الهمم يغلط فيه بحجه ان ده من ذوي الهمم ومش هيتعاقب على الكلام اللي بيقوله، وانا كده تمام؟ انا كده كاعلامي تمام؟ عجبني بطاري، انا عجبني بطاري الشيخ، لذيذ بهدومه. الهدوم اللي هو لابسها، الجزمه هو لابسها ب 2000 ونص. اشترى كام طقم من نفسه، اشترى حته بدله حلوه كده طقم، ولا عملوا صوصتين حلوين عشان نحلق ايه؟ عشان نحلق الشغل. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب مبدئيا كده، الناس اللي ما شافتش اللقاء بتاع ريهام سعيد او بتاع الاستاذ اللي انا مش عارف اسمه، بس له كل الاحترام والتقدير طبعا، انتم بجد طلعتوا يعني افضل ما فينا، وعملتوا يعني نوع جديد من انواع الاعلام. مش هقول اسمه لان ما ينفعش يتقال اسمه كده للناس كلها، لان الحاجه اللي انا عايز اقولها ما بتتقالش الا في الغرف المغلقه قوي يعني. ده اولا. ثانيا، نسبه كبيره جدا من الجمهور بتاع حضراتكم هيكتب تعليقات على الفيديو ده، اتمنى تقروها. شفتوا بقى انا واثق ازاي من اللي ممكن يحصل ومن الكومنتات اللي ممكن تتكتب. الرساله الثانيه بقى عايز اوجهها للجماهير العريضه، ما تنسوش ان انتوا اللي عملتوا من انتوا اللي هتحصدوا اللي انتوا زرعتوه ده على فكره. وانا مش هعمل نفسي متضايق ولا منفعل ولا حاجه خالص، ان واحده واحده الموضوع ده هيبقى طبيعي. هيبقى الطبيعي ان انت تعمل حاجات غير طبيعيه، هيبقى الطبيعي انك تعمل حاجات مش طبيعيه. لا ومش بس كده، ده اللي هينتقد الحاجات اللي مش طبيعيه هو اللي مش طبيعي، زي حالتي كده. هيجي الوقت اللي لما انت تبقى انسان عاقل او بتعترض على حاجه غلط تبقى انت اللي غلطان. ليه؟ لاننا عودنا مشاهد على الحاجات دي، وبقى هو ده الطبيعي بالنسبه لنا، بدليل اننا عمرنا ما هنشوف مثلا مذيع استغل حاجه زي كده وتحاسب على اللي هو عمله ده مثلا. وانا من مكاني دوت كجمهور يعني مش موافق على اللي حصل دوت، وبسجل اعتراضي بفيديو زي ده. كان معكم عمو ريشه اللي مش عاجبه العيشه. السلام عليكم. أصل الحكاية مش معضلة، بحبة إرادة تتحل المشكلة.